بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين. لكم سيدي من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي وعلى ابنتك فاطمة الزهراء المهضومة المظلومة ذات الآلام الكثيرة في المدة القصيرة. ألا لعن الله من ظلمها وآذى ذريتها ومن والاها. سادتي يا ليتنا كنا معكم ونفوز والله فوزا عظيما. يا خليلي احبس الجرد المهارة وابك يا دار عليها الدهر جارا لم يخلف أحمد إلا ابنتين ولكم أوصى بها القوم مرارا ملحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبكي ليلا أو نهارا ويلهم ما ضرهم لو بكت بضعة المختار أياما قصارا لست أنساها ويا لهفي لها إذ وراء الباب لاذت كي توايا لا تسألني كيف رفض ضلعها وسألن الباذ عنا والجدايا واسأل انقرطيها يا لمن تثرت والعين لم تشكح مرايا وهل المسمار موتور لها فغدا في صدرها يطلب الثايا
خل دمعك يهل دم على الزهرة وضلع حليتها الشمل. ويلك بعاتب الهضيمة خلاف ابوها او حتى من البش اصحابها منعوها. تعنوا دارها وليها عصراها لما طق الضليع منها وتهشم. صاحت الزهرة والله صاحت يا فضة صدري ينعاب. ام حسين سقط منه بعتبة البرد. جت فضة لقتها فوق التراب يسيل من الصدير وضلوح الدم. ولمن يفضه يا الكتاب حزني من يفضه يا وأبد ما يفض نوحي. من يفضه على الصاحة تعالي لي يفضه يا الحمل طاح وطحت فوق الوطين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سأل أمير المؤمنين يا علي كيف وجدت أهلك؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام نعم العون على طاعة الله. عزاء لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان وتعجيلا لفرجه ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصدية الكلام والغرض الذي يفهم من كلام أي متكلم إنما نتوصل إلى هذا القصد أو الغرض من الكلام من خلال مجموعة من القرائن. واحدة من القرائن حال المتكلم والمقام اللي يكون فيه المتكلم. القرينة الأخرى شخص المتكلم وحقيقة المتكلم ومنزلة المتكلم. من خلال هذه القرائن وغيرها نفهم أن هذا المتكلم ماذا يريد من كلامه. على سبيل المثال إذا جئنا إلى قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، الله عز وجل يسأل نبي الله موسى على نبينا وآله عليه السلام، يسأل على عصا. هسه أنت مرة جنابك تشوف لك شخص ماسك له بعصا بيده، تقول له ليش شايل العصا مثلا؟ بيها مجال تسأله تقول له مثلا شنو السلامات إن شاء الله ما عندك فد شيء. أما تقول له شنو هذه، لابد أنه أنت ما تعرف هذا شنو. هل أن الله عز وجل والعياذ بالله لا يعلم ما هذه التي بيد موسى؟ يعني هل هناك سؤال حقيقي أم أن هناك غرضا آخر الله عز وجل يريد يبينه؟ لذلك موسى عليه السلام ما قال له يا رب أنت أعلم، أنت تعرف شنو أنا بإيدي، ما يحتاج أقول لك. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وبعد شنو؟ ولي فيها مآرب أخرى، عندي بها حوائج أخرى.
إذن هذا السؤال مو سؤال حقيقي يريد يعرف شنو هذه، لا، يريد الله عز وجل أن يبرز أن هذه عصا صار لها سنين عند موسى عليه السلام يهش بها على الغنم. مرة الإنسان يلقى له فد شيء بطريقة ما يعرف شنو حقيقته ياخذه، وهذه الشيء اللي ياخذه مرات أحيانا يجوز هو وراء السر، ومرة عندك فد شيء صار له سنين أنت تعرفه هذا حجر، هذه عصا. الله عز وجل ما كان يريد يستفهم، والعياذ بالله الله عز وجل لم يكن يخفى عليه شيء، لكن اكو غرض، اكو قصد. لذلك علماءنا علماء الأصول كالآخوند الخراساني على الله مقامه في كفاية الأصول يقول هناك أغراض من الكلام، اكو أغراض، اكو قصد من الكلام تفهمه من خلال السياق، من خلال المقام. كذلك المعصوم سلام الله عليه عندما يسأل عن شيء، وإحنا عندنا عقيدة الإمامية عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وآله وفي الأئمة سلام الله عليهم أنهم يعلمون من الله عز وجل، الله عز وجل أعلمهم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. مو الإمام الصادق عليه السلام في الرواية الواردة عنه يقول والله إني لأعلم كتاب الله، يقول أنا أعرف كتاب الله أعلمه كله، فيه ما كان وما هو كائن. كتاب الله عجيب، يعني هذا كلام الله المنزل. الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه ما كان وما هو كائن، كل شيء هم يحصل في هذا الكتاب تجده. ثم تلا قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب أو عليك الكتاب، مضمون الآية الكريمة تبيانا لكل شيء، كل شيء بتبيان في هذا الكتاب، في هذا الكتاب. إذا لما النبي صلى الله عليه وآله يسأل أمير المؤمنين عليه السلام يقول له يا علي كيف وجدت أهلك؟ شنو يعني هل يخفى على النبي صلى الله عليه وآله حال فاطمة سلام الله عليها؟ وهو النبي صلى الله عليه وآله يصدح بين الناس فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة ريحانة، فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، عالم بحالها، لكن يريد يبين لنا من خلال قول أمير المؤمنين عليه السلام. أنت تدري السؤال والجواب هو اللي يثير أحيانا بعض العلوم، هو اللي يثبت بعض الحقائق. يريد يثبت لنا أن مقام الزهراء عليه السلام أو مقام الزوجة الذي يبتغيه الزوج ما هو. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال؟ قال نعم العون على طاعة الله. الزهراء سلام الله عليها نعم العون، أفضل عون على طاعة الله. إذن من هذه المحادثة والمحاورة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين عليه السلام نفهم بعض الدروس على عجالة حتى ما أطيل عليكم. الدرس الأول أن الأب أو الأبوين بصورة عامة لابد وأن يترقبوا ويتابعوا ويبحثوا عن أحوال أولادهم. هسه مرة ابني وياي موجود في البيت بعد صغير كنت أتابع وضعه، ومرة لا هو استقل. النبي صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء عليه السلام في بيتها في بيت زوجها، لكن تشوف النبي صلى الله عليه وآله يجي يسأل عن زوجته، يقول له يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب شنو زوجتك؟ شنو وضعك ويا زوجتك؟ احنا تدري قد عندنا مشاكل بين الزوج والزوجة أحيانا خصوصا في بدايات حياتهم، سببها الأساسي هو إهمال الآباء. تصير مشكلة، تحدث مشكلة ما يسأل، تتراكم، وهذه البنت خطية لا حول لها ولا قوة، وتجمع وتتراكم المشاكل إلى أن تحس بيوم من الأيام والله فلان وفلانة طلقوا. ليش؟ والله مشاكل بيناتهم. ثقلوا الآباء يتدخلون ويعالجون هذه المشاكل من بداياتها، ما تصل الأمور إلى هذا المآل.
طيب هذا من جانب. من جانب آخر النبي صلى الله عليه وآله يقول في الحديث الوارد عنه، يقول لا يلقى الله عز وجل أحد بأعظم، يعني بذنب أعظم من جهالة أهله وأولاده. أنا عندي عمل ملتزم، عندي عمل، عندي التزام من الصبح ولليل، وأرجع هم متعب، وعندي بعد التزامات تسيورة ما أدري إيش ما أدري، على كل حال الموبايل هم ماخذ من عندي مأخذ، وما أدري أولادي شنو المشاكل عندهم. آخر من يعلم الأب للأسف الشديد، شايف بعض الناس هيك، آخر من يعلم بالمشكلة التي تحصل في البيت أو خارج البيت مع الأولاد هو الأب، بمعزل في عالم آخر هو. طيب هذا جانب. الجانب الآخر أنا ابني ما يصلي، ايش اسوي؟ لأنه محاكيته مرة مرتين وما يصلي. لا، تكليف الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة، لا تسكت عنه. ما يصلي، حاكيته مرتين ثلاثة، لا، كل الأساليب وكل الطرق يكون يستخدمها الإنسان مع أولاده، بحيث النبي صلى الله عليه وآله يقول ماكو ذنب أعظم من جهالة عياله الإنسان وجهالة أولاده. ذنب عظيم هذا، يقول ماكو ذنب أعظم من عنده. بعد أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع أو يضيع من يعول. أنا تحت تكفلي أولادي وزوجتي ويضيعون. احنا هذا مشكلتنا الآن، هذا النقال للأسف الشديد، هذا مشكلة. يعني الآن بالبيت وأنا ما أدري أولادي شنو قاعد، شنو يتصفحون، شنو جاي يتابعون، وإذا بعدين أتفاجئ عنده انحراف فكري، انحراف والعياذ بالله سلوكي، وبعد لا ينفع الندم في ذاك الوقت للأسف. النبي صلى الله عليه وآله يريد من عندنا أن نتابع أولادنا، نستقصي أمورهم وأحوالهم، حتى إذا استقلوا، حتى لو صار البيت بوحده، صار عنده عمل، كن أتابع ابني، أتابع بنتي، حتى ما تحصل مشاكل وتتراكم هذه المشاكل وتقع المشكلة العظمى وبعد ما أقدر أعالجها. هذا درس جدا مهم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لئن يؤدب أحدكم ولده أو ولده خير له أن يتصدق بنصف صاع، يعني بتعبيرنا كيلو ونصف من الطحين من الطعام يوميا، ياخذ له كيلو ونصف من الطعام، نصف صاع، صاع 3 كيلوات، نصف صاع يوميا. أنا أجي أعزل نصف صاع، هسه مرة من التمر، مرة من الرز، ومرة من الطحين، وأصدق به. يقول أدب أولادك أفضل من ما تصدق عليه، لأن الإنسان يسأل بس عن نفسه لو لا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الأولاد مسؤوليتنا كل احنا، وذول الأولاد بعدين يكبرون يصيرون آباء وهم عندهم مسؤولية نفس الشيء. هذا يتوارث، الابن يرث من أبيه الأخلاق، السلوكيات، الفكر، يتعلم من عنده. فالنبي صلى الله عليه وآله يعطينا درسا في هذا السؤال لأمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول يا علي كيف وجدت أهلك. هذا الدرس الأول. الدرس الآخر اللي نستفيده من هذه المحاورة هو أن المعيار الحقيقي لتقييم الإنسان وتقييم الأشياء بصورة عامة هو وفق الغرض اللي أريد منها. أنا على سبيل المثال أشتري لي بيت مثلا، اشتري لي بيت، يجي جنابك يسألني ها شلون بيتكم إن شاء الله زين. أنا شنو أريد؟ أريد بيتي يقلني ويظلني من الحر والبرد ويسترني ويستر عيالي. إذا بيت صغير أقول لك والله صغير ما مكفينا، إذا بيت واسع أقول الحمد لله بيت واسع، منطقة هم جيدة، ناس جوارين مؤمنين، خوش ناس طيبين، أخلاقهم عالية. صحيح لو لا؟ هو ما أسولف لك أقول لك والله ها البيت عالي أو البيت ناصي أو البيت سيراميك أو البيت، هذا شيء آخر. هذه كلها شنو؟ كماليات أخرى على البيت. الغرض من البيت شنو؟ يستر الإنسان. أنا أشتري لي سيارة،
اريدها توصلني العملي، توصلني الدرسي، توصلني الالتزاماتي وتخلص شغلاتي. هو ما اسولف لك اقول لك والله هذا تمشي سريع، كلش تمشي سريع. احنا شايف احنا هاي الان المشكله خصوصا شبابنا، يعني حقيقه احنا كاباء كلنا نوصي ابنائنا. يعني لما يمشي كانه ما ادري، يعني كانه الارض مفتوحه بس له سياره ويمشي الى اسرع ما يمكن ان يمشي. على كل حال، فالغرض من هذه المركبه السياره هي انه يكون تقضي حوائجي، صحيح ولا لا؟ الانسان شنو الغرض من خلق الانسان؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هسه حسب اختلاف المفسرين، بعض المفسرين يقول العباده، هاي العباده صلاه وصوم وزكاه وحقوق الناس والى اخره، هاي العبادات اللي عبدنا الله عز وجل بها. بعض المفسرين يقول لا، ليعرفون المعرفه المهمه، لأن هو يمتى يقدر يعبد الله عز وجل؟ يمتى يصلي؟ يمتى يمتثل؟ لما يتعلم ويعرف الله حق معرفته. هسه حسب الاختلاف. إذن هذه العبادة اللي وردت بالآية القرآنية شنو الغرض من عندها؟ الغرض من عندها الطاعة، توصلني للطاعة. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام ما قال يا رسول الله إن طبخ فاطمة لذيذ، إن بيت فاطمة نظيف مثلا، من هالكلام. أنت شايف بعض الناس ينظر لهذا الجوانب الأخرى ويترك اللب. إيش قال له أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال نعم العون على من؟ على طاعة الله، مو بس على العبادة، لا، طاعة الله عز وجل. المرأة أحيانا تكون نعم العون، تعين الزوج على طاعة الله عز وجل. شلون تعين على طاعة الله؟ شايف بعض النساء شلون تنكد حياة الرجل؟ طبعا هو بالمقابل احنا هم بدنا نغفل هاي القضية. بالمقابل بعض الرجال، بعض الازواج ينكد حياة الزوجة، يعيشها مرارة. هذا موجود بمجتمعاتنا للاسف الشديد، مجتمع مؤمن، مجتمع طيب، مجتمع على كل حال. لكن تلاحظ هذه المشكلة للاسف الشديد. امير المؤمنين عليه السلام يقول نعم العون على طاعة الله. شلون الإنسان يصير نعم العون على طاعة الله؟ سواء الزوج أو الزوجة، بالعقل، بالتروي، بالتسامح، بالمحبة. يعني أحيانا نحن نصل إلى مرحلة بعض الناس يعني ينظر إلى المرأة وكأنها آلة في بيته، حال الأثاث الموجود في البيت. وبعض النساء للأسف الشديد تنظر إلى الرجل، إلى الزوج، كأنه صراف آلي، كأنه مصرف. هذا موجود للأسف. يعني نعم العون على طاعة الله، اللي لا الزوجة تأذي زوجها ولا الزوج يأذي زوجته. مو النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام مع أصحابه فذكروا رجلا عند النبي صلى الله عليه وآله، قالوا هذا عبادته صلاته وطاعته، وعلى كل حال لا توصف ولا تعد ولا تحصى. هواي يصلي، هواي ملتزم. ايش قال لهم النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لهم وما عقل الرجل؟ عقله تفكره، شنو عقله؟ قالوا يا رسول الله نحدثك عن اجتهاده في العبادة وتقول ما عقله؟ ايش قال لهم النبي صلى الله عليه وآله؟ قال إن الأحمق يصيب بحماقته أكثر من فسق الفاسق. عجيب. اي طبعا صحيح. أبو موسى الأشعري لما خرج في التحكيم وواقعة التحكيم هو وعمر بن العاص لعنة الله عليه، ايش قال له عمر بن العاص؟ قال له احنا خلي نفك هذه الفتنة، خلي نخلع إمامة علي بن أبي طالب وإمامة معاوية ونخلي الناس هي تختار. هسه احنا ليش هسه مورطين الناس؟ احنا مو خلونا حكمين؟ هذا ما فكر، ما قال انا شلون يعني هي بايدي لو هي الهيه، امامه الهيه. شوف الحماقه اجلكم الله.
وقف بين الناس أمام الناس قال إني أخلع إمامة علي بن أبي طالب كما أخلع الخاتم من يدي. نزع الخاتم اللي بيده. شوف مصيبة. هذا ايش سوى؟ عمرو بن العاص لعنة الله عليه قال وأما أنا فإني أتولى معاوية كما أضع الخاتم في يدي. صار ياهو الإمام بعد. هي المسألة هذا. شوف هذه الحماقة، هذه الحماقة اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول يفسد في حماقته أكثر مما يفسد الفاسق بفسقه. على كل حال أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول نعم العون على طاعة الله. والبيت إذا كان به نعم العون على طاعة الله سواء الزوج أو الزوجة. شو نشوف أنت؟ تشوف الأسرة مثالية يقتدى بها، نموذج. أنت شايف أكو مرات عندك بيت من أقاربك من أصدقائك عندهم مشاكل ما بدك تطب للبيت. ليش؟ يعني مشاكل تدخل وتتلقاك المشاكل بيناتهم. وأكو بيت لا يسوده الهدوء الاحترام الإيمان، تتمنى تدخل وتجلس مع هذا البيت هذه الأسرة. بيت الزهراء سلام الله عليها كان ملاذا للمؤمنين. تقرأ أنت الآن سلمان المحمدي ما ينفك عن بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه وبيت فاطمة. المقداد جابر بن عبد الله الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله بعظمته يذكر المؤرخون يقولون ما خرج من المدينة إلا وكان آخر بيت يودعه هو بيت فاطمة سلام الله عليها، وما رجع وما عاد من سفر إلا وكان أول بيت يدخله رسول الله صلى الله عليه وآله هو بيت فاطمة سلام الله عليها. يألف هذا البيت، يحب هذا البيت رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي بالرواية الإمام الكاظم سلام الله عليه كما يذكر الراوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله اعلموا أن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتك بيت فاطمة فقد هتك حجاب الله. الله أكبر. يقول الراوي ثم سكت أبو الحسن الكاظم سلام الله عليه وبكى حتى سالت دموعه على لحيته. قال والله لقد هتكوا حجاب الله، لقد هتكوا حجاب الله، لقد هتكوا حجاب الله. 3 مرات يعيدها يقول لقد هتكوا حجاب الله. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وآله اللي 6 أشهر كما ينقل المؤرخون والمفسرون في تفسير قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقول 6 أشهر يقف على باب فاطمة سلام الله عليها ينادي الصلاة الصلاة يا أهل بيت النبي، ثم يقرأ الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، والزهراء سلام الله عليها تستمع إلى صوت رسول الله، هذا الصوت اللي ملؤه الرحمة، ملؤه المودة، ملؤه المحبة. لكن يا مؤمنون آجركم الله ما هي إلا أيام عن رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعدهم بالمصاب فاطمة وأمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين بمصاب فقد رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بالزهراء تسمع القوم ينادون فليخرج علي ومن معه وإلا أحرقنا الدار عليه. الله أكبر. يروي الأئمة سلام الله عليهم يقولون لقد جاءوا بالحطب الجزل، يعني اللي يشتعل بسرعة، ووضعوه على باب فاطمة وأضرموا النار في الحطب حتى أخذت النار في باب بيت فاطمة. لذلك فاطمة صاحت يا فلان أجئت لتحرق بابي؟ قال نعم. صاحت يا رسول الله ماذا
لقينا بعدك يا أبا، والله قامك يا أبويا ما رعوني، وخلايف عينك مرمروني، ومن البكاء عليك منعوني، وبر المدينة طلعوني، ورا الباب لما هيسوني والله للحايط وليها عصرني يا أبويا. بعد الزهراء عليها السلام شو تقول؟ تقول قومك يا ابويا اهل الدباب، والله دارا وحطبهم داير الباب، قالوا نحرق البيت الأطياب، قالوا نحرق البيت الأطياب، والله مات النبي عقب الوحي غاب. هاجركم الله يا مؤمنون. الزهراء ما هي إلا لحظات بعد أن عصروها بين الحائط والباب، أفاقت من الإغماء، التفتت إلى الدار وإذا خالية من أمير المؤمنين. صاحت أين أمير المؤمنين؟ صاحت فضة سيدتي لقد أخذوه مقيدا بحمائل سيف. نعم خرجت الزهراء خلفهم تنادي بلسان الحال، خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. أجركم الله. رجع العبد قنفذ إلى الزهراء، أخذ يضربها بالصوت على متنها. المصيبة العبد لما رد عليها يا غدا بالصوت يضربها على دين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين يا الله. نسألك اللهم وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمشركين والمنافقين يا أرحم الراحمين يا الله. إلهي من كان في مجلسنا طالب حاجة اقضها بحق فاطمة الزهراء يا الله. إلهي من سألنا الدعاء إلهي اقضي حوائجهم وحوائجنا في الدنيا والآخرة بحق فاطمة الزهراء يا الله. إلهي من كان مريضا أو له مريض اشفه بحق فاطمة الزهراء يا الله. المؤسسون لهذا المأتم المبارك من عقد المجلس بسببهم اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبول يا الله. اللهم ابعث ثواب هذا المجلس وهذه البركات إلى روح من عقد المجلس لأجلهم يا أرحم الراحمين يا الله، وإلى أموات المؤسسين والجالسين والسامعين العلماء والشهداء والصديقين. بلغ اللهم ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.